قف للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون على أهدى. أكثر من شهرين والدراري جالسين ما كيقراوش والأساسي دايرين إضراب. علاش؟ غادي ندخلوا في الشهر الثالث والحكومة ما مسوقاش. علاش؟ التلاميذ والوالدين محنين والنقابات مضاربين. علاش؟ هاد الأسئلة هي اللي غادي نجاوبوا عليها في هاد الحلقة. معنا اليوم التعليم في المغرب. الأصل ديال المشكل هو هاد النظام الأساسي الجديد، واللي غير باش تكون في خباركم وعلى سبيل الذكر راه ناقشوا الوزير مع ممثلين النقابات في شهر واحد اللي فات وداز في البرلمان وتوافق عليه. شنو هو المشكل؟ ياك وافقوا عليه النقابات. غير بلاتي عزيزي المتابع ما تكونش متسرع، انا غادي نشرح لك. الاساتذه لما وصلهم هذا القانون باش يطبقوه وشافوه، اول حاجه تفاجئوا بها هي ان ما فيهش الزيادات اللي كانوا متفقين عليها، زيادات في الاجور. والوزير قال لهم انا ما نقص مع النقابات حتى شي واحد ما طلب لي الزياده في الاجور. هنا الاساتذه انتفضوا، قال لك حنا هاد النقابات لا تمثلونا، وخرجت اكثر من 22 تنسيقيه. ولاول مره اتحدوا الاساتذه الموظفين مع الاساتذه المتعاقدين مع اللي يلاه كيدوزوا الكونكور، وكونوا واحد الكتله او قاعده اللي كتمثل اكثر من 90% حسب التصريحات ديال الممثلين النقابيين. عموما نساء ورجال التعليم جينا اليوم نحتجوا في هذه المسيره الوطنيه الوحدويه اللي هي من تنظيم التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 23 تنسيقيه ونقابه، وكذلك من تنظيم التنسيقيه الوطنيه الموحده لتجديد اطر الدعم، وكذلك من تنظيم التنسيقيه الوطنيه للاساتذه ديال الثانوي. خرجنا في هذه المسيره الوطنيه الوحدويه في اطار برنامج نضالي دخلنا فيه نحن التنسيقيات او المكونات الثلاث لنقول لا بصوت موحد اننا ضد النظام الاساسي المشؤوم. خرجنا باش نقولوا ونطالبوا بارجاع الكرامه والعداله لعموم نساء ورجال التعليم. خرجنا باش نطالبوا بتحسين الاوضاع الاجتماعيه والماديه لعموم نساء ورجال التعليم. خرجنا من اجل تسويه الملفات العالقه لسنوات طويله. خرجنا كذلك من اجل الالتزام بالاتفاقات السابقه الموقعه مع الحكومه ومع وزاره التربيه الوطنيه. اذا حنا في هذا البرنامج النضالي وغتكون اشكال نضاليه في اطار الوحده بهذا الشكل هذا لنساء ورجال التعليم. حنا اليوم في المغرب كامل كنساء ورجال التعليم بصوت واحد في اضراب وطني نسبه النجاح تتجاوز 95%. تنقول الاضراب الوطني ناجح بنسبه 95% في كافه التراب الوطني، واللي قال غير ذلك يخرج المؤسسات التعليميه ويشوف النسبه ديال الانخراط. لذلك تنقولوا السيد بن موسى ولمن معه باننا ما غاديش نتوقفوا وغنستمروا في النضال في اطار الوحده الى حين اسقاط النظام الاساسي المشؤوم، الى حين فرض الكرامه والعداله، الى حين استرجاع المطالب، الى حين تحسين الاوضاع الاجتماعيه والماديه. كيف ما شفتوا في الاساتذه مساكن طايبين وسنوات وما كيحاولوا يحصلوا على المطالب ديالهم بشكل سلمي بلا ما يضيعوا ولاد الشعب، واللي حتى هما عندهم ولادهم وكيقربوهم حتى هما في التعليم العمومي. ومني كتشوف الاباء والامهات ديال التلاميذ مساكن كتلقاهم واقفين في صف الاستاذ رغم انهم هما اكثر واحد متضرر من هذه الاضرابات. كيف ما قلنا لكم فالاساتذه بقاو كيشوفوا بان هذه النقابات اللي وقعوا على هذا المشروع هذا ما كيمثلوهمش نهائيا، وخرجت اشاعات واقاويل على هاد الناس اللي في النقابات كيناقشوا ملي كيكونوا مع هذا النوع من ديال هذا الاقصاء وهذا الشيء كيتناقشوا. ما خليك استعمل هذا الشيء النقابات ما كايناش. النقابات لا درتي واحد الحركه غريبه عرفتي لانه عرفتي حركه لانه مستاء من النقابات مستاء. دابا النقابات يناقشوا لك هذا الشيء السحامي كارثه. نقابات متقاعدين ما بغاش نقول لك شي كلام اخر. والنقابات السحامي راهم برا راه في اوروبا وفي ماربيه تيدوزوا دائما في العطل. واش النقابه اللي دات تفرغ من 92 باقي تسنى منه شي حاجه؟ عارفوا القسم شنو فيه؟ دابا النقابه في مربيه وتيمشيو لديو جيناري في البرازيل. نقابي حط 4 المليون في ليله واحده من النقابات التعليميه اللي كاين. شحال حط؟ 4 المليون في ليله واحده. ملتقى ديال ما هو الاجتماعي والنقابي وكذا. واش نزيدك شي من هذا الشيء؟ نقابي من هاد 4 اللي كاينين اللي وقعوا بشل سميتو وفي ليله واحده حط 4 المليون. راه كنتكلموا على مجموعه من المنابر الاعلاميه. نقابات كاين فساد حقيقي، كاين الرياء، كاين كذا. ما يمكنش نتكلم لكم في هذا الشيء. عرفتي الصحه شكون اللي شاد القطاع الخاص في الدار البيضاء والرباط وكذا؟ راه هما اللي داير بالحكومه. واش عرفتي شكون اللي صيفط الوفاء المرحوم الوفاء بحاله؟ راه القطاع الخاص.
وفي تصريح لواحد الام اللي صراحه عجبني ولخصات فيه كل شيء، سمعوا معاه. اين التلميذ في الخطابات ديال السي الوزير؟ اين التلميذ في الخطابات ديال السيد الوزير؟ واين الاسره؟ فين هو الرساله ديال الاطمئنان لهذه الاسره؟ جميع الخطابات ديالو والخرجات ديال السيد الوزير ولو يخاطب الاسره ولو بكلمه. اشنو كتوجد لينا من بعد هذا الاضراب؟ شنو هو الحل ديال هذا الاضراب؟ اشنو قلتي باش تطمئن الاسره المغربيه حاليا اللي في المدرسه العموميه؟ راه حنا دابا وليداتنا كنشوفوهم ضاعوا قدامنا، ماشي يلاه كيضيعوا، انا ما بقيتش كنقول غادي يضيعوا، ضاعوا، لان الاسدس الاول صافي راه مشى، ما عندك ما تعوض فيه. وهاد الاساتذه كاع الا دخلتيهم بعد الاضراب، كيف هي الحاله النفسيه ديالهم؟ كيفاش غيقريو دوك الوليدات؟ كيفاش غادي يكون ذاك الكونتاكت ديال التلميذ مع الاستاذ؟ هاد في خضم هاد الاحتقان، في خضم هاد النفسيه المضطربه عند الجميع، شلل تام من المدرسه العموميه. حنا كدوله حققنا انتصارات بزاف د الاشياء، جينا حتى للتعليم وفشلنا للمره 70. فيما كنقولوا الاصلاح كنفشلوا، فيما كنقولوا الاصلاح كنفشلوا. اي اصلاح كيوازيه جلوس التلميذ في داخل البيت ديالو ما يمشيش للمؤسسه؟ بالله عليك سيد الوزير، كيفاش انت دابا كتنعس وتحط راسك على المخده وليدات المغاربه راه ما تيقراوش؟ الام كيف ما شفتوا وضحت واحد النقطه خطيره، واللي هي غياب تواصل الحكومه لا مع الاساتذه ولا حتى مع الاباء. واللي خصنا نعرفوه اليوم ان الارقام كتتكلم على اكثر من 8 ديال المليون ديال التلاميذ اللي منقاطعين على الدراسه، يعني اكثر من 8 المليون ديال الاباء والامهات اللي حتى شي واحد ما تواصل معاهم وحتى شي واحد ما قادر يوفر لهم حل في ظل هذا الاضراب المتواصل. السلام عليكم. انا كتلميذه سنه اولى بكالوريا متبوعه في الاخر العام بجهوي. حنا كتلاميذ كنطالبوا بحقنا في التعليم. كاد المعلم ان يكون رسولا. الوالدين ديالنا ما عندهمش الامكانيه باش يقريونا في الخصوصي. واش اللي عنده 4 العيال غيقري في الخصوصي؟ هو التعليم. الله يجازيكم بخير، لقاو معنا الحل. راه هيدا غنبقاو بالاحتجاجات حتى تجبروا معنا الحل. حنايا وليداتنا ضايعين. المدارس كتقولوا عليهم ما كيقريوش مزيان، بالعكس اساتذه الله يعمرها السلعه. الاطر كاملين اللي في المدرسه بالمديرات السيده زينب، مدرسه السيده زينب رجعت من المدارس الرائده. وليداتنا كانوا غير في الدعم، باقي ما بداوش حتى المواد الاساسيه. الله يجازيكم بخير، وقفوا مع وليداتنا، راهما وليداتكم. حنايا كنولدوا وانتم ربيو، راه التربيه سبق التعليم. الله يجازيكم بخير. كنطلب بالوزاره في اقرب وقت، يعني ان شاء الله يكون هذا التفاته لهذه الاساتذه. راهم الاساتذه هما البنيه ديال الدوله وديال المدينه. وبالنسبه لنا حنا كمواطنين واولياء امور ديال التلاميذ، فاغلبيه الامهات كيسمحوا في الاشغال ديالهم في المنزل في الدار، وكيخرجوا المظاهره ولا كيمشيو للمدرسه كيقول لك القرايه ما كايناش، رجع العيال ماشي المسجد. حتى النفسيه الاولاد ديالنا حتى هي كتحطم. حنا ما نقراوش اليوم، لا غدا ما قاريينش، اليوم ما قاريينش، غدا ما قاريينش، حتى هما طبعوا على هذا واحد النهار قاريين وسيمانه ما قاريينش، 3 ايام 4 ايام ما قاريينش. وهذا الشيء كنقولوا على الله وعسى يعملوا هذه الالتفاته لهذا التلاميذ الله يرضى عليهم وصافي. في الاخير كنبغي نوجه تحيه احترام وتقدير لاي معلم ولا استاذ في المسيره الدراسيه ديالي، لانه على حسب ما كنشوف فاللي محتاجو الاستاذ ولا المعلم في هذه الظرفيه بالاخص راه هو التقدير والاحترام ماشي الفلوس. ما تنساوش اللايك الكومنت، شوفوا الحلقات اللي فاتت، الحلقات الجايه باذن الله. وفقنا الله واياكم. تهلا.